معاكم نورة حلمي من موقع وصفات أكل عربية. النهاردة هنقدم لكم طريقة عمل طاجن تورلي الخضار المشكل للدايت. عايزة تاكلي تورلي مشكل يا ست الكل؟ هتاكلي معانا أحلى طاجن تورلي مشكل ومن غير ما تتخني، بألف هنا وشفا. والطريقة سهلة جدا، والوصفة بتاعتنا بتتحضر خلال 45 دقيقة. المقادير بتاعتنا 50 جرام زيت زيتون، 100 جرام بصل متقطع حتت صغيرة، 200 جرام صلصة دايت، 1 مكعب مرقة، وملح وفلفل، ونص كيلو خضار مشكل. طريقة التحضير: هنجيب طاسة كبيرة وهنحط فيها زيت الزيتون والبصل وهنقلب لحد ما البصل بتاعنا ياخد لون. هنحط الثوم ونقلب، وأول ما يتشوحوا هنحط الصلصة الدايت ونفضل نحرك، وبعدين نبدأ نحط الملح والفلفل ومكعب المرقة ونخلط. بعد كده هنحط كل الخضروات بتاعتنا المقطعة، سواء جزر أو كوسة أو بسلة أو أي خضار مشكل احنا عايزينه للتورلي بتاعنا. هنحط الشوربة ونسيبها شوية كده مع بعض لحد ما ياخدوا من بعض. هناخد ده كله بقى يا ست الكل وهنحطه في طاجن بايركس ونحطه في الفرن لحد ما يستوي، وتقدروا تقدموه مع الرز الأبيض المميز بتاعنا. وبألف صحة وهنا، أحلى طاجن تورلي ممكن تاكليه. كان معاكم نورة حلمي من موقع وصفات أكل عربية.